باسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. أحبائي، في إنجيل يوحنا الإصحاح 21، وبعد ما بطرس أنكر المسيح وندم وبكى بكاء مرا، وقابله المسيح بعد كده وقال له أتحبني يا بطرس، وثلاث مرات المسيح يؤكد عليه ويقول له ارجع بقى لمكانتك الأولى وارعى غنمي أو ارعى خرافي. فماذا ينتظر الله مني كخادم؟ ينتظر مني أن أكون راعي. في الحقيقة حاجة قعدت أفكر فيها شوية، هو ليه يا رب عايزني أكون راعي؟ يعني ما ممكن يكون الخدمة اللي أنت هتحطني فيها خدمة تعليم، ومثلا الرسل ال12 التلاميذ لما المسيح صعد للسماء كانت خدمتهم الأساسية خدمة التعليم، وهم حتى لما جم في مشكلة الأرامل اليهوديات واليونانيات، إن اليونانيات مهملين فيهم، إن قالوا كده للناس، قالوا لهم لما جمعوا الناس قالوا لهم إن إحنا ما ينفعش نكون الخدمة دي، إحنا لخدمة الصلاة والكلمة. طب راعي، ليه راعي؟ بس برضو رجعت ولقيت إن زي ما قال الكتاب إن وضع الله في الكنيسة أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا رعاة ومعلمين. وخلوا بالكم يعني أولا رسلا فاصلة، أنبياء فاصلة، بعد كده رعاة ومعلمين مع بعض. يعني مش هتبقى راعي بس، مش هتبقى معلم بس، انت هتبقى الاثنين مع بعض. فماذا ينتظر الله مني كخادم؟ ينتظر مني ان اكون راعي، ينتظر مني ان اكون راعي. حاجات مهمة قوي لازم تكون فيا كراعي. وبمناسبة ما كنت بقول ان ليه ما قالش علم شعبي مثلا بدل ما يقول له ارعى غنمي، خلوا بالكم لان الغنم تتسم بانها بسهولة تتوه، بسهولة غبية، ما تعرفش تتحرك يعني لو القطيع ماشي وواحد من الخرفان اتلهى في اي شوية عشب ولا حاجة وقعد يرقد فيهم، وبعد كده القطيع مشي وساب وهو تاه، هو مشي مش واخد باله من حاجة خالص، عشان كده بسهولة يتوه يعني. فعايز يتكلم ان ماذا ينتظر الله مني كخادم؟ ينتظر مني ان انا بتعامل مع ناس بسهولة قوي الناس تتوه، بسهولة قوي الناس تروح من ربنا، بسهولة. عشان كده ينتظر الله مني كخادم ان اكون راعي، اعمل حسابي واكون مستعد ان في وسط المخدومين اللي انا بخدمهم على اي مستوى خدمة انا بخدمها واي نوع خدمة انا بخدمها، ان في ناس بسهولة تتوه، بسهولة تحب هذا العالم الحاضر زي ما قال بولس الرسول. أكون راعي. عشان أكون راعي لازم أخد الخراف دي لمراعي خصبة. أنا لو عايزهم يكبروا يبقى لازم أديهم غذاء مشبع، لازم أديهم غذاء مشبع. طب لو أنا كراعي ما عنديش الإمكانيات دي، ما عنديش المراعي الخصبة، هاخدهم فين؟ عارفين كده يعني للأسف مثلا قبل عيد الأضحى كده بقى بيبقى تلاقي الناس ماشية بالخرفان كده في الشوارع مش عارف ايه بتاع، يجي اللي معاه الخراف ده اللي هو المفروض راعي يعني يلاقي كوم زبالة يروح سايب الخرفان تقعد في كوم الزبالة ده شوية تستلقط حاجة تاكلها. ايه ده؟ ايه ده؟ هي دي المراعي الخصبة؟ هو ده الشبع؟ هو كده الخراف اللي عندك دي هتبقى خراف دسمة لما تعمل كده، لما تأكلها أي حاجة وخلاص؟ يلا، ما هوش راعي أمين، ما هوش راعي أمين. عشان كده انتوا عارفين الكتاب يقول إن خدمة كل واحد فينا هتمتحن بنار في يوم الدينونة، واللي كانت خدمته من قش ولا عشب ولا خشب، طبعا لما تخش في النار هيحصل لها ايه؟ هتتحرق وتخلص. لكن قال ان فيها يبقى في خدمة من فضة وذهب وحجر كريم، دي هتخش في النار هتبرق اكتر، هتتنقى اكتر. الراعي اللي عارف ياخد قطيعه لمراعي خصبة، الخدمة بتاعته
لما تخش في النار وتختبر وتمتحن هتبرق وهتبان وهتمجد اسم ربنا. الراعي اللي واخد الخراب بتوعه في وسطكم زبالة وكله بقى ما تاكلوش تجوعوا ما تجوعوش، انتوا اللي يجروا لكم يجرى لكم، خدمته زي القش والعشب والخشب بالنار تحترق وتفنى، ما يبقاش أي ذكر ليه. عشان كده الخادم لو مش شبعان بالكتاب المقدس، والخادم لو ملهوش عشرة بعمق مع ربنا، مش هيعرف ياخد الخراف لمراعي خصبة. ايه المراعي الخصبة اللي عنده؟ ايه المراعي الخصبة اللي عنده علشان ياخد الناس فيها؟ ممكن كنيسة تبان من بره ليها مظاهر نشاط حلوة قوي، وللأسف ابتدت المظاهر النشاط دي تبقى من غير مراعي خصبة، منظر بس مظاهر، وبيسبب عنها مشاكل أكتر ما إنها بتكون لمجد المسيح، وأكتر ما إنها بتكون لإشباع الخراف. فماذا ينتظر الله مني كخادم؟ عايزني أكون راعي، وعشان أكون راعي يبقى لازم يكون عندي مراعي خصبة، لازم يكون عندي مراعي خصبة. وعشان أكون راعي في أمانتي برضو لازم أخد بالي وأسهر على قطيع. الكتاب يقول كده أن يعرف خرافه بأسمائها، فالراعي يبقى عارف، الراعي يبقى عارف كل واحد وظروف كل واحد وهو فين وعايش ازاي وإيه اللي جراله في الوقت اللي فات دوت، الدنيا إيه، عارف القطيع، عارف كل واحد باسمه. أقول لكم حاجة، أنا ذاكرتي وحشة جدا وبعترف بيها هي علنا، يعني أنا ذاكرتي فعلا وحشة جدا، بس كانت حاجة عجيبة جدا بعد ما سبت خدمتي في مصر وجيت أخدم في أمريكا، وكذا سنة عدت وأروح الكنيسة اللي كنت بخدم فيها في مصر ويقولوا لي فلان، أقول لهم فلاني اللي ساكن في الشارع الفلاني. ربنا كان مديني نعمة في الحتة دي، ده مش مني، أنا بقول لكم ذاكرتي وحشة خالص يعني، لكن ربنا كان مديني نعمة في الحتة دي إن أعرف مين فلان وساكن فين وعايش إزاي. دي نعمة من ربنا. كل خادم فينا كراعي محتاج أن يسأل الله يديله النعمة دي، أن يعرف حال غنمه، يعرفهم بأسمائهم. ينتظر الله مني أن أكون راعي، ينتظر الله مني أن أنا أكون مترفق بالقطيع. يعني مثل الخروف الضال اللي قاله رب المجد يسوع، لما راح لقى الخروف الضال، ما هو الراعي معاه عصاية، ما ممكن يمسك العصاية اللي في إيده دي العصاية على فكرة عشان يلم القطيع، عشان زي ما أقول لكم بسهولة إن الخروف يتوه كده ولا كده، فالعصاية عشان يقول له ارجع تاني انضم للقطيع يعني. بس العصاية دي ممكن يستخدمها إن الخروف الضال بقى اللي تعبه ده وخلاه يروح لآخر الدنيا يمسكه ويكسر عظمه، ما ممكن يعمل بالعصاية كده؟ لا، ما عملش كده. يقول الكتاب إن عمل إيه؟ أخذوا على منكبيه. الراعي يكون باله طويل، عنده ناس من المخدومين هيكونوا تايهين وفي توهانهم دول هيغلبوه بالدنيا على ما يرجعوا، يطول باله ويترفق عليهم لغاية ما يرجعوا. شوية في مخدع الصلاة، شوية بيدور عليهم، شوية الزمن زمان حب أو مش زمان حب، هيفضل مطول باله ويفضل بكل الطرق وهو مسنود على المسيح وهو بيدور عليه وهيلاقيه في الآخر. ماذا يريد الله مني أو ينتظر الله مني كخادم؟ يريد مني أن أكون راعي. الكلام كتير لما نتكلم عن إزاي أكون راعي زي ما الله ينتظر مني، لكن حبيت بس أذكر معاكم من النقط البسيطة ديت. بصلي ليكم وبصلي لنفسي وانتوا صلوا لي برضو ان ربنا يدي كل واحد فينا ان احنا فعلا نكون رعاة، يكون عندنا روح الأمانة، يكون عندنا طول الأناة، وان دايما نكون شبعانين بربنا في حياتنا عشان يكون عندنا مراعي خصبة نقدر نقود فيها القطيع، فالقطيع ينمو ويسمن لمجد اسم الله اللي ليه المجد في كنيسته الآن والأبد. آمين.